شوف، الخط اللي بين المنقذ والمجرم أرفع من شعرة، وبين البطل والوحش مجرد كلمة واحدة: الكبرياء. النهاردة مش هنتكلم عن مخدرات ولا عمالقة، هنتكلم عن مرض واحد أصاب مدرس كيمياء 50 غلبان، وولد عنده 15 سنة شاف أمه بتتاكل قدامه. الاتنين بدأوا ضحايا، والاتنين انتهوا آلهة مزيفة. والسؤال اللي لازم نسأله: إزاي هايزنبرج وإيرين ييجر بقوا نسخة من بعض؟ إجابة السؤال ده ممكن تخلينا نشوف نفسنا في المراية. يلا بينا. تخيل معايا والتر وايت، راجل عبقري بس الحياة حطت عليه. مدرس كيمياء مرتبه ما يكفيش علاج ابنه المعاق، شغال شغلانة تانية مهينة عشان يعيش. مراته مش شايفاه، وصاحبه سرق منه شركة بملايين، والتشخيص سرطان رئة 3 شهور. المؤلف خلاك تقول يا حرام، الراجل ده يستاهل فرصة. اتعاطفنا معاه بشكل أعمى. الناحية التانية إيرين ييجر، طفل عاش جوه سور زي عصفور في قفص، حلمه الوحيد يشوف البحر، وفجأة عملاق ضحك وهو بياكل أمه قدامه. إحساس العجز التام، إنك ولا حاجة، إن الحرية دي كدبة. فطبيعي كلنا نقف في صفه لما قال هقتلهم كلهم، كل العمالقة. المشكلة المؤلفين هنا لعبوها صح، لبسوا الاتنين قناع الضحية النبيلة، وخلونا نبرر لهم أي حاجة في الأول عشان الصدمة تبقى أقوى بعدين. نقطة التحول مش لما والتر عمل مخدرات، نقطة التحول لما هايزنبرج اتولد، لما الأول مرة حس إنه هو اللي بيتحكم، هو اللي بيخوف، هو اللي بيتقال عليه اسمه. That's right. Now, say my name. You're goddamn right. الحماية دي كانت البداية بس. بعد كده الموضوع بقى إدمان سيطرة. يقتل جيسي الصغير قدامه عادي، يسمم طفل مبرر، يفجر مستشفى شغل. ليه؟ عشان العيلة؟ لا، عشان هو يقدر، عشان يحس إنه إله في معمله الأزرق. إيرين نفس الكلام بالظبط. لما مسك قوة العملاق المؤسس ما بقاش بيدافع عن باراديس، بقى شايف المستقبل، شايف إنه الوحيد اللي فاهم الصورة الكاملة. هدك الأرض مش عشان أصحابه بس، عشان العالم خذله، عشان لما راح بره السور ما لقاش حرية، لقى ناس عادية زينا، وده جرح الإيجو بتاعه. فالقرار امسح 80% من البشرية. الاتنين لبسوا عباية المنقذ، وهم في الحقيقة بينتقموا لنفسهم. المبرر الجاهز دايماً: والتر أنا عملت كل ده عشانكم. إيرين ما كانش فيه حل تاني عشان أعيش أحرار. هنا بقى اللعبة كلها بتتكشف. والتر خلاص ميت، مش محتاج يكذب. سكايلر بتسأله كل ده كان عشان العيلة، وبيقول الجملة اللي كسرت القناع: I liked it. I was good at it. And I was really I was alive. يعني مش العيلة يا والتر؟ لأ، الإيجو. إحساس إنه حد، إن العبقري اللي اتدفن 50 سنة طلع للنور. إيرين عمل نفس الحركة بالظبط. بعد ما داس على نص الكوكب قعد يعيط لأرمن. قالوا إيه؟ أنا مش عارف ليه عملت كده، أنا مجرد أحمق غبي خد قوة أكبر منه. كنت عايز أساوي العالم بالأرض عشان اتصدمت. كنت فاكر بره السور في جنة، لقيت ناس. يعني إيه؟ يعني دك الأرض ما كانش خطة عبقرية، كان نوبة غضب طفل الإيجو بتاعه اتكسر. شايف التشابه المرعب؟ الاتنين كدبوا على أقرب الناس ليهم، بس الأهم كدبوا على نفسهم سنين. التبرير النفسي خلاهم يصدقوا إنهم أبطال،
لكن ساعة الموت الإيجو بيطلع يقول الحقيقة. ما كانتش تضحية، كانت نرجسية متغطية بشعرات. الدرس هنا مخيف يا صديقي. القوة المطلقة مش بتفسد، هي بتكشف الإله الكذاب اللي مستخبي جواك، اللي مستني فرصة عشان يقول أنا صح والباقي غلط. والتر وإيرين بدأوا من تحت الصفر، بس أول ما مسكوا زمام الأمور قرروا إنهم هم القانون، هم الصح والغلط، هم اللي يحددوا مين يعيش ومين يموت. دي عقدة الإله في أنقى صورها. فالسؤال ليك دلوقتي، تفتكر مين فيهم كان عنده مبرر أقوى لجنونه؟ والتر اللي اتهان من الدنيا 50 سنة، ولا إيرين اللي اتولد في عالم عايز يبيده؟ والتقيلة بقى، مين الشخصية التالتة في فيلم أو مسلسل شايفها بتعاني من نفس العقدة بالظبط؟ اكتب لي في الكومنتات عشان نعملها الحلقة الجاية. سلام.